في شاب اسمه سامي عايش حياة طبيعية مع أهله في البداية. أمه كانت كل شي بالنسبة له. بعد وفاتها صار الوضع صعب، والعيلة اللي كان يثق فيها خانته بطريقة ما يتخيلها. حرموه من الميراث اللي يستحقه، وصاروا يضغطون عليه ويهددونه، وكل يوم يمر كان يحس إنه حياته تنهار قدامه. سامي كان حزين وغاضب، بس قرر إنه ما يرد بطريقة عشوائية، لأنه يعرف إن الغضب ممكن يخرب له حياته أكثر. فقرر الصبر والتخطيط. بدأ يوثق كل شيء، كل رسالة، كل ورقة قانونية، كل تصرف خطأ من العيلة. كان يسجل كل التفاصيل بشكل مرتب، حتى لو مر وقت طويل يكون عنده دليل ما حد يقدر ينكره. خلال هالسنين سامي كان يعيش حياته عادي، يشتغل ويجمع خبرة، لكنه دايم في باله فكرة الانتقام الذكي. كل خطوة يسويها كانت محسوبة. كان يحاول ما يظهر غضبه للناس، ويحتفظ بكل شيء لنفسه، لأنه يعرف إن الانتقام الحقيقي يحتاج صبر وذكاء أكثر من القوة والعنف. وبعد 13 سنة كاملة جاء اليوم اللي نفذ فيه خطته. أخذ كل الأدلة اللي جمعها ورتبها بشكل احترافي وقدمها للسلطات القانونية. كان يوثق كل شيء بدقة، من الميراث اللي حرموه منه للتهديدات اللي تلقاها وكل مخالفة ارتكبوها ضده. النتيجة، العيلة تعرضت للمساءلة القانونية، وسامي حصل على حقه بالكامل، وكان شعوره بالرضا النفسي لا يوصف. أهم شيء تعلموا من هالقصة: الانتقام الذكي والصبر ممكن يعطيك نتيجة أفضل بكثير من الغضب والعنف، لأنه يحمي حياتك ويخليك منتصر بطريقة ناضجة.